السلام عليكم ورحمة الله. قصر كليوباترا هو القصر الخاص بالملكة العظيمة كليوباترا، ويعتبر من أهم وأشهر الأماكن الأثرية الغارق على مستوى العالم كله. وقد ولدت الملكة كليوباترا العظيمة في عام 96 قبل الميلاد، وهي ابنة الملك بطليموس الثاني عشر، وتعتبر الملكة كليوباترا من حكام مصر الأقوياء، والتي ظلت تحكم مصر وتتربع على عرشها إلى أن احتل الرومان، وقامت روما باحتلال مصر في عام 30 قبل الميلاد. أما عن قصر كليوباترا الغارق فهو يقع في الإسكندرية، ويقع بالأخص على شواطئ الإسكندرية. والسبب غرق هذا القصر يرجع للفيضان الذي تم في نهر النيل آنذاك، والذي أدى إلى غرق القصر بأكمله. دي كانت نبذة عن قصر الملكة العظيمة كليوباترا. دمتم ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.